يلي ما بحب الشوكولا لازم يشوف هالفيديو، لأنه بعد هالفيديو أكيد راح تحبوا كيك الشوكولا كتير كتير وراح تحبوا الشوكولا كتير. كلياتنا بنحب كيك الشوكولات، صغار وكبار. اليوم رح نعمله بطريقة سهلة وطيبة كتير وبتستفادوا منه لأعياد الميلاد. تعالوا نعمله سوا. أول شيء لنعمل كيكة شوكولات حاطة أنا الطحين مع البيكنج باودر مع الكاكاو، نخلتهم مرتين وهلأ بدي نخلهم ثالث مرة. خلي المواد تختلط مع بعض منيح ويكون عندي خليط الطحين متجانس. مواده كتير بسيطة وسهلة، هي عبارة عن بيض وفانيلا، سكر وطحين وبيكنج باودر وكاكاو بس. رح اكتب لكم المقادير بالوصف أكيد. أول شيء أنا هون عاملة مقدارين، لهيك عدد البيض كتير. انتوا رح تستخدموا بس 8 بيضات كبار. كتير مهم يكون المكان اللي عم تخلطوا فيه البيض نظيف، يعني إذا بدون ما في حتى دهون، يعني ضروري تمسحوه بخل بمحرمة، حطوا عليه شوية خل ومسحوه. أنا عاملة هيك قبل. افتحوهن وحدة وحدة مشان إذا كان شيء منهم خربان أصلاً ما يخرب لكم كل البيض. ضيف الفانيلا والسكر قبل ما تخلطوهم عادي. نخلطهم على سرعة وسط شوي بعدين على أعلى سرعة. بتضلوا تخفقوا البيض على سرعة عالية ليوصل لهذا القوام، يتضاعف حجمه ويفتح لونه ويبيض. هلأ هيك لازم يكون البيض. رح ضيف عليه الخليط اللي منخلته أنا على 3-4 دفعات حسب أنتو كيف تقدروا. بتضيفوه بتخلطوا من تحت لفوق، يعني هيك من تحت لفوق. وهي أفضل لكم سباتيولا لأنه بتساعدكم يتوزع الخليط بشكل أفضل. حركوها من تحت لفوق بهدوء بالخفاء اليدوية لحتى يتجانس الخليط. فيكم تحطوا معلقة نسكافيه إذا بتحبوا مع الخليط. أنا هالمرة ما حطيت، تعطي طعمة طيبة. هلا تقريبا بعد ما امتزج الخليط فيكم تستخدموا سباتيولا، حركوها من تحت لفوق لحتى تتأكدوا انه ما ضل ولا شيء بأرض الوعاء اللي عم تستخدموه. وأنا رح أقسمه على قالبين سايز 26. على حرارة 180 بلا مروحة تقريبا من 40 ل 45 دقيقة. أول 10-15 دقيقة 180، بعدين أنا بنزله لل 170 حسب كل فرن. منفرغ الهواء، الفقاعات الكبيرة اللي فيه، ومنحطه بالفرن. تاني يوم بعد ما بردنا الكيك غلفته وحطيته بالبراد لليوم. بحب أنا تكون الطبقات ما كتير سميكة، أنتوا فيكم تقطعوه على السمك اللي بتحبوه، أنا ما رح سمكه كتير. هاي الطبقة الأولى هيك سمكتها تقريبا. نرجع على الطبقة الثانية كمان نفس الشيء.
وقت انتم بتعملوا الكيك وهو بارد رح يكون اسهلكم كتير بالتقطيع، ما رح يفرط معكم، رح تطالعوا القطعة بكل سهولة. لهي الكيكة فيكم تحشوه غناج، فيكم تحشوه شوكولا، فيكم تحشوه ويبنج كريم. أنا بفضل تنحشى الويبنج كريم، كريمة الخفق، لهيك بحسها طرية وناعمة وطيبة كتير، الكل بيحبها. فلهيك أنا اليوم رح أحشيها كريمة خفق. حطيت 3 كاسات كريمة خفق مع 9 معالق سكر تقريبا 130 جرام، 2 معلقة كبيرة بودرة كاكاو، رح أحطهم كلهم مع بعض تقريبا 30 جرام، يعني مليانة المعلقة. رح أخفقهم مع بعض وأحشي فيهم. كل شيء مبرد، الشبكة اللي عم بخفق فيها مبردة، الوعاء اللي عم استخدمه مبرد لكم، كله مبرد. الطبقة الأولى بشربها بسيروب قطر، هذا بيكون كاسة سكر مع كاسة مي، تقريبا بنغليه 5 دقايق، وحطيت له أنا ضفت له فانيلا، يعني بيكون قطر رقيق، سيروب رقيق. تعملوها كلها سوا واحد، الحشوة قد بتحبوا انتو، بتسمكوها بتقللوها على كيفكم. فيكم تحشوه جوز، فيكم تحشوه موز، اي شيء. انا رح اعمله ساده اليوم بدون ولا شيء اضافي. كمان منعيد منسقي الطبقه الثانيه بالسيروب نفسه. الطبقه الاخيره حطوا لها السيروب وغطوا فيها الكيك. الكريمة اللي ضلت شوي بظبط فيها الأطراف وبظبط فيها من فوق مشان تعطي رطوبة أكتر للكيك وبيطلع أطيب. هلا هيك مسحة خفيفة من الكريمة، لأنه بعدها رح أحط له الجناج. منبرده شوي شي ساعتين وبعدين منغلفه. لجناج الكيك، كيك شوكليت، راح استخدم 225 جرام شوكليت دارك شوكليت، راح استخدم 100 جرام ويبنج كريم، وراح استخدم زبدة 100 جرام كمان. راح ضيف الزبدة للشوكولا ودوبها يا بالميكروويف يا على حمام مائي. بنخفقهم مع بعض بالبلندر، بننعمهم، نضيف عليهم كريمة الخفق. غلفوا كيف ما بتحبوا، بدكم تصبوا من فوق وتبلشوا من فوق، بدكم من تحت على الاطراف وبعدين من فوق، شو بخليكم تغلفوا اريح اعملوا. تعبوا المحلات اللي بتحسوا انه بحاجه لجناج، واللي هو يعني ما بده شغل كتير، مو صعب لانه رح نعمله بشكل عشوائي. هلا بعد ما غلفتوه كله تقريبا بس حركوه لسباتيولا هيك لانه نحن ما بدنا نعمل موديل، يعني هذا الموديل رح يكون كتير بسيط، كلكم رح تقدروا تعملوه، بس هيك حركوه لفوق سباتيولا وانتو عم تفتلوه من فوق، بس اعملوا هاي الحركة هيك.
بنبرده ساعتين على الأقل وبعدين بنقطعه. هلأ صار وقت نقطعه. يا أما للتقطيع بتحموا السكين بتخلوه سخن بمي سخنة أو بأي شيء، يا أما أنتوا بتحددوا بطرف السكين إذا ما عندكم يعني، فبتاخدوا بتقطعوا بتاخدوا النص تقريباً، بتعملوا خط هيك بطرف السكين رسم، نرجع بناخد نص كمان بس بالطرف بالزاوية تبعيته، لا تنزلوا نزلة كاملة. هلا بعدين القطعة اللي بدكم تقطعوها انزلوا بس بطرفه لآخر الجناج هيك ومن هون كمان. مغرقة بالشوكولا مع كيك اسفنجي طيب كتير كتير، أكيد لازم تجربوه.